أطول نافورة بالعالم وممشى رائع بيمتد 30 كيلو قدامها. خلنا نشوف. من أحلى المشاريع البحرية اللي ممكن تشوفها، قعدات على البحر، حدايق، كافيات مودرن، زونات للعب، ومسار طويل للركض والمشي. وهذه النافورة انعملت كهدية للمدينة وصارت اليوم أيقونة بمدينة جدة. ارتفاعها حوالي 312 متر. من أول ما تفوت بالشارع المؤدي للكورنيش بتشوفها من بعيد، وكل ما تقرب أكثر بتحس إنه المشهد عم يكبر قدامك والإحساس فعلا مختلف. الحلو إنه المكان حواليها معمول بعناية. على امتداد الكورنيش في مسار واسع مع إنارة مرتبة وسبيكرات موسيقى هادية بتعطي إحساس أمان وراحة. والقعدات موزعة بكل زاوية، من جلسات حجر حوالين الشجر لطاولات على البحر لمدرجات فيك تقعد عليها وتراقب الغروب. المساحات مدروسة والتصميم جدا حديث. بتشوف مباني بواجهات ازاز مع خطوط لاد مضوية ومسارات ملتوية بين النخيل بتكسر الروتين وبتخلي المشي ممتع اكثر، خاصة مع الانارة الارضية والمجسمات الفنية بكل زون. وحتى الحرارة مفكرين فيها، حاطين مراوح رزاز موزع على طول الكورنيش ليضل الجو منعش كل الوقت. والمهم بهالمشروع انه فيه حياة. بتشوف اطفال عم يلعبوا، سيارات كهرباء، سكوترات، اكشاك العاب خفيفة، وعائلات عم تتمشى بكل راحة. غير هيك بتحس المكان جامع بين الحداثة والهوية. في جلسات عربية مضوية على البحر وأماكن للصلاة موزعة بكذا نقطة على الكورنيش. وهون بتفهم إنه التخطيط الصح مش بس بيجمل المكان، بل هو بيضيف قيمة حقيقية لحياة الناس.